أنا كنت خيفانة كتير، وكنت قلقانة، وعارفة إنه مسؤولية إنك تطلعي بلهجة مش لهجتي كتير رح يعني الناس ما رح ترحمك بالسهل، وأنا شايفة اللي بيصير على السوشيال ميديا. بس عارفة إنه عندي جمهور بمصر، وعارفة إنه الجمهور المصري كتير بيتابعني عن جد من كذا مسلسل انعرضوا هون، وأنا عارفة إنه أنت عم بتقولي جمهور صعب، بس هو فعلا جمهور كتير حساس، كتير ايموشنال، يعني يا بتاخديه بالعواطف يا ما فيك تضحك عليه. فهن عارفين وشايفين حبيت انه مقدرين انه انا طالعه كتير من الكومفورت زون تبعي، وكتير شاغله على حالي بغير محل. انا بحياتي مش دارسه لكاركتر قد ما درست لهيدا الكاركتر، كرمال كمان قصة اللهجة. ما كان بدي لهجتي تأثر على التمثيل، لا أنا حسيت إنه ردود الفعل كتير حلوة صراحة، يعني كتير قلق قبل ما تنعرض أول حلقة. أنا ما نمت كل الليل عن جد، كنت كتير خيفانة، بس لا الحمد لله ردود الفعل كتير حلوة. وعن جد بدي أقول ميرسي للجمهور المصري، عن جد عن جد إنه احتضنني هيك وعطاني بوش إنه أوكي أنا لأنكم هالقد اعطيتوني، أنا بعد رح أعطي أكتر وأكتر وأكتر وأكتر، وإن شاء الله بعد بتشوفوني بأعمال أكتر وأكتر وأكتر.